السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وفيديو النهارده هنستعرض احداث يوم الاثنين، وكمان هنفجر باكج نجوم الدوري الانجليزي. معانا هنا الباكج. الصراحة انا هستعرض لكم الطاقات كلها بعد ما نفتح. بس زي ما انت شايف قدامك، الباكج مش هيفيدني انا، هو هيفيدك انت. يعني الباكجات دي كل سيزون اللعبة بتروقنا على الاخر، بتروق الحسابات المتوسطة او الضعيفة بالذات. يعني انت لو حسابك متوسط هتستفاد بكوناتيه. بص، انت ممكن يعني لو معاك 2000 كوين تبني تشكيله كامله منها حرفيا. يعني معاك ظهير يمين، معاك ظهير شمال، معاك بيلد اب، معاك ديستروير، معاك جول بوشر، معاك كرييتيف، معاك هول بلاير، معاك كمان ارتكاز، معاك كل حاجه. بكل بساطه مين اللعيبه التوب اللي تفرح لو جات لك لو حسابك متوسط؟ ايزاك، كوناتيه، روبن دياز، برونو فرنانديز، بارتي، ماتيوس كونيا. ممكن يعني انا مش عارف هو نازل باسلوب ايه، كرييتيف، فهو ممكن يعني فاهم. بس الصراحه انا شايف ان هو باكج متكامل قوي. يعني انت لو تشكيلتك ناقصها مراكز انت هتلاقي في كرياتيف، في هول بلاير، في جول بوشر، في كل حاجه. احنا اول حاجه بس هنيجي كده نفتح الباكج بتاع صلاح. للاسف فتحت لاحد المتابعين عليه، لكن للاسف ما جاش. والله يا جدعان انا زعلان له اكتر من هو يمكن يبقى زعلان على نفسه. يعني هو لحد دلوقتي ما ردش. انا اساسا كنت الاول عملت فيه مقلب ان انا سرقت الحساب وبتاع بهزار، بس هو عارفني. يعني هو عارفني وموجود في الجروب وبتاع وكله تمام. فالمهم يعني رحت انا عملت مقلب وبتاع ورحت بلغت بعدها ب5 دقايق. فكيت البلوك لقيته ما بيردش. وهو لحد الان الفيديو ده انا بصوره بعد الفيديو ده على طول، هو لحد الان ما بيردش. فربنا يسترها. يعني لو انت بتشوف الفيديو ده ودخلت على التعليقات لقيتني مش كاتب لك الراجل رد الحمد لله، ادعي له بالرحمه بقى. ما هنقول ايه؟ طب يا رب بس يكون راضي عني وعارف ان انا كنت بهزر قبل ما يموت. بالفعل يعني متوقعه، فاهم. فينيسيوس ده ابن عم فينيسيوس. فالمهم نسمي الله كده ومن غير ثغرات ولا حاجة. يعني الباكج مش محتاج ثغرات. نضرب أول 100 كوين ومش هنسكب هنسيبها. ومادام نورت أخضر يبقى حد من فوق، أو هي في الغالب بتبقى عشوائية. يعني لابس إيه ده؟ مين ده كوناتيه. حلو 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 قوي، جامد. كوناتيه يا جدعان ده مع كامل احترام الصليبة الماتش، بس ده هيتغلب عليه. اقوى منه فيزيكال جسم. يعني كان معايا نسخة دوري الابطال، مش دوري الابطال قصدي، النسخة التانية اللي هي بتاعت الدوري الانجليزي التانية الزرقاء، كانت فجرة. فما بالك ما بالك دي بقى. يعني التانية كانت مشكلتها الوحيدة معايا سرعة وما كنتش بشوف مشكلة قوي. ما بالك دي بقى. احنا محتاجينه هو برونو او بارتي. يعني يا بارتي يا برونو، حد من الاتنين. يفضل برونو او بساكا. يعني والله لو جه بساكا والله ما هبقى زعلان. يعني فاهم، اي حد لابس احمر المهم ان هو يكون لابس احمر. نقول بسم الله ونودي تاني فتحه. هو في الغالب معلوش فتحات مجانيات كده، لا كده في الغالب هتبقى حاجه من تحت، يا اما بقى هي بتيجي بالحظ، فاهم. مين؟ بساكا. ده ايه ده؟ ده ايه ده بجد والله؟ ده ايه ده؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جدعان. لا ده مش معقول. والله ما الاتنين مره واحده. يا نهار أبيض. بس للاسف ما فيش حد كده في الهجوم نجربه. بس ما فيش مشكله يا عم، ما فيش مشكله. انا ممكن العب بحدث ال50 كوين ونفتح فتحه كمان يا عم، مش خساره في الباكج. وسايننج وسع ده كده. وهنجيب بيساكا طبعا، هنجيبه مكان بكمبار بيوصل 99. دي تقريبا اعلى نسخه لبيساكا بعد الشو تايم. يعني كانت اعلى نسخه كان معايا النسخه التانية كانت وصلت 93. وكمان كوناتيه هيجي هنا. عاوزك بس تبص بص على طاقات كوناتيه. بصه بس بصه. انت متخيل؟ اولا بساط يعني مقبول. هيدنج 81، 90 وعي، 91 تاكلينج، اجريشن 93، انجنتمنت 92. وبص بقى على السرعه 90. سرعة 90، انت متخيل؟ يعني جامد جامد قوي. نبص كده على طاقات بساكا. واعتقد بساكا النسخة دي مش هتكون احسن حاجة. بيلعب يمين وشمال كمان، ده اول مرة تنزل دي تصدق. النسخة اللي فاتت ما كانتش بتلعب كده. طاقاته الصراحة متواضعة. يعني انا وريت طاقات النسخة التانية لحظة واحدة، رغم ان الريت بتاعها بيوصل 95. بس بص كده على الطاقات احسن بكتير بكتير بكتير. يعني كمان سرعة 100. سرعة 100 دي انت متخيل؟ يعني طلقة حرفيا. طب يا جدعان بكده نكون وصلنا للتقييم خلاص. يعني احنا مش هنلعب للاسف الماتش دوت او الفيديو دوت قصدي. مش هنلعب فيه مطوشة او اي حاجة عشان نلحق ننزله في نفس اليوم. بس غالبا كده غالبا هننزله برضه يوم التلات مش يوم الاثنين. المهم احنا فتحنا ب 200 كوينز، جالنا الاثنين اللي لابسين احمر دول، والاتنين مدافعين. اول واحد كوناتيه. انا لعبت، يعني انا مش هقول لك مش هلعب، لا انا لعبت بيه بس ما صورتش، فاهم. ان ما عملتش حسابي في التصوير. اول حاجه، يعني بعيدا عن الطاقات، انا مش هفضل اجيب لك الطاقات واقول لك في طاقات كذا وطاقات كذا، ده هو مش محتاج كلام.
يلعب اساسي. انت لو جيت تبص بره، انا سايب كانافارو وبره برضو سايب فان ديفين وسايب ترام، الناس دي كلها عشان هو يلعب. بجد يا جدعان، رايق 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 بجد. ومعلومه برضو، الخطه دي انت ممكن تستغرب من الخطه وازاي ار ام واي ام وبتاع وازاي باجيو الديب لاينج اي ام. الفيديو الجاي هينزل خطه، اللي هي الخطه اللي قدامك دي، وشوف يا باشا بعمل بيها ايه. احصائيات تلاقي حرفيا يا جدعان الواد ده هو سر كل الخطه، خاصه لو انت معاك كوبو لازم يلعب. يا سلام بقى لو معاك كوبو البوستر مثلا، يبقى انت كده بص، انت هتكسب كل المطوشه. المهم يعني عشان ما يتكلمش كتير، رايق سريع. يعني بص يا اسطى، هو تحسه ريديجير بس بيلد اب وفي نفس الوقت سريع. يعني بجد رايق قوي يا جدعان، رايق. يعني طويل، اول حاجه 194 سنتي، تمام. كمان بسيطه كويسه نوعا ما، عنده كمان هيدنج كويس، طاقته كلها كويسه. مشكلته الوحيده الوعي، ان هو 90 قليل سيكا، لكن انا ما شفتش اي مشكله منه. يعني مشكله في الطاقات، لكن على ارض الملعب ما شفتش اي مره مثلا خيش منه، مثلا ان هو ايه، وقف في مكان غلط، عمل ماتش اب غلط، مفيش اي حاجه من الكلام ده. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل، ان لو مثلا قدامك مثلا بيرلو، بلاتيني، تشابي الونسو، الناس ديت اللي بتباصي جامد، ولقيت ان هو عمل باص، هيعدي منه عادي جدا. هيعدي منه لو هو اتعمل باص في ظهره، واخد بالك، اللي هو الباص اللي بتعمل في ظهر الدفاع، هيعدي منه. لكن اي باص قدامه صدقني عمره ما هيعدي منه. نرجع لتاني حد بساكا، لعبت بيه 18 بس عشان كان اغلب الوقت ترام سامو بيبقى عالي فكنت بنزله. بالنسبه لبساكا، الصراحه نبقى واقعيين، هي نسخه كويسه، يعني مفيش اي مشاكل، لكن النسخه القديمه احسن. بس مش معنى كده ان النسخه دي وحشه، لا، انا بقارن لك ما بين النسخه القديمه والنسخه دي، فاهمني؟ بما ان الاتنين مجانين او شبه مجانين، يعني فاهم، سهل ان انت تجيبهم. بالنسبه يعني النسخه دي كويسه جدا، بلاقيها كويسه في الدفاع، وبرده كانت كذا مره بلاقيها بتهاجم معايا، بتوصل لبعد نص الملعب، بترمي لي اسيستات كويسه. طاقات برده دفاعيه كويسه، سرعه برده كويسه. ف او برضه نسخه رايقه. يعني الاتنين دول لو طلعوا لك مهما كانت تشكيلتك اكيد هيلعبوا، فاهم؟ اكيد يعني تشكيلتك لو فول تايم بيج بوستر يعني اكيد مش هتلعبهم. بس انا بتكلم ان يعني اغلب الناس دلوقتي مش برضو اللي هي فاهم معهاش تشكيله عاليه قوي، تشكيلاتهم متوسطه، فاهم؟ فاي حد تشكيلته متوسطه او شبه متوسطه او اعلى من المتوسطه هيلعبوا معاه مستريح جدا يعني. وزي ما انت شفت، الطاقات بتاعه اللعيبه بتاعه الباكج كلها استعرضتها لك، وكانت كلها يعني ممتازه ممتازه قوي قوي قوي، فكله مية مية يعني. المهم، هتقولي ليه مش هتلعب مطوشة واحنا كنا عاوزين نشوف التجربة هتلاقيها في الماتش الجاي او في الفيديو الجاي قصدي. هجربهم شوية مطوشة على حسب يعني اللي ضدي، لو اللي ضدي تشكيلته قوية اكيد مش هينفع انزلهم، لكن اغلب المطوشة هحاول العب بيهم. وبس يعني. هتقولي ليه مش هتصور؟ عشان الحق، وفي نفس الوقت في مشكلة في برنامج التصوير بتاع موبايل، حدثت موبايل لقيت البرنامج اتشال، معرفش ليه. فانا لما اجي اصور من برنامج خارجي اللعبة بتلاج جدا، فدي مشكلة. فانا لحد دلوقتي برضو لسه بدور على برنامج كويس. وبس كده يعني، ده الفيديو بتاع النهارده، كان فيديو خفيف وبسيط، اتمنى ينزل لكم يوم التلات ما ينزلش يوم الاربع. وبس كده، سلام.